كشف الناخب الوطني مجيد الخميس عن قائمة تضم 25 لاعبا يعززون صفوف الفريق المحلي. ويخوض الرجال مجيد معسكرا إعداديا بالإمارات ما بين 5 و26 من نوفمبر الحالي، تتخلله 3 مقابلات تحضيرية أمام كل من أكابر سوريا والمحلي السيراليوني وأكابر الكويت في 13 و19 و25 من نوفمبر الحالي تواليا. وجلب مجيد لاعبين ينتمون إلى فريق شباب قسنطينة وشباب الوزداد واتحاد العاصمة ووفاق سطيف ومولودية الجزائر وشبيبة الثورة ونادي برادو واتحاد خنشلة. وتتوقف عجلة البطولة الوطنية خلال معسكر محليي الخضر. أما المقابلات المتبقية من الجولة 11 والمبرمجة السبت المقبل فتعني الأندية التي لا يشارك لاعبوها في تربص الإمارات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.